اهو. لما تجرأت بعض الصحف في الدنمارك وفي النرويج على نشر رسوم مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، انت عملت صرخة غضب. ده كان بتوجيه ولا لانه الحالة فرضت عليك انك في اللحظة دي تعمل الاغنية دي؟ لو ما كانش توجيه الحقيقة، بس انا انتهزت فرصة ان انا كان عندي حفلة على مسرح اليونسكو في باريس. بالظبط. والحفلة كانت مذاعة على بعض القنوات العربية الفضائية، وكانت القناة الفرنسية الخامسة بتنقلها. وكان موجود رئيس اليونسكو وحرمه. وانا الحقيقة يعني انتهزت الفرصة وقلت لهم انه رسولنا علمنا ان احنا ما نسئش لأي إنسان ونحترم كينونة البشر، وبالتالي يعني أنا أرى إنه هذه الإساءة تعود على من ارتكبها، لأنه إحنا ما تعلمناش كده في ديننا، ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا أبدا الإساءة لأي حد، بل بالعكس حتى اللي على غير ملتنا أو اللي على غير ديننا أمرنا بشروط للتعامل معه. وغنيت بعض الأغنيات الدينية اللي تم ترجمتها على الفور بتحمل معانيها يعني، والحقيقة لقت نجاح كبير جدا جدا، وجاني تعليقات كبيرة قوي على النت ومن خلال القنوات الفضائية اللي تم إذاعة الحفلة عليها يعني. من ساعة ما عمل الراحل سيد مكاوي أسماء الله الحسنى، وهي متداولة طبعا، سمعت مع الناس قوي وبقيت في أذهانهم، وهي متداولة أكتر من مطرب غناها بإيقاعات مختلفة أو برؤى مختلفة. أنت بتحب تغنيها إزاي؟ أسماء الله الحسنى هي لها اللحن التقليدي للشيخ سيد، يعني أدى قبل كده، وهو برضو لحن اللي المشايخ بيأدوه، يعني هو لحن تراثي بالظبط. يمكن هو ذاع وانتشر لكون الشيخ سيد مكاوي رحمه الله غناه، فهو ده اللحن التقليدي لأسماء الله الحسنى. ولذلك أي محاولة تانية لتغيير اللحن يمكن ما بتبقاش على نفس مستوى الذيوع والانتشار بتاع أسماء الله الحسنى بلحنها. أنت بتحب تغنيها بلحن سيد مكاوي؟ هي بتتغنى مع البطانة، لازم تغنى مع البطانة، ما ينفعش تتغنى المنشد لوحده. في حفلة مارينا واحنا في رمضان، وانت عارف في رمضان صحيح حفلة مارينا كانت في النصف من شعبان، لكن احنا في رمضان عارف ناس كتير قوي من اللي بيعملوا بعض الحاجات كده بيبتهل لربنا وبيبقى عايز يغفر له ذنوبه يعني. انت غنيت اغنية في الحفلة دي سألتك غفر ذنبي. طب ما تقولها، قول للناس بقى غنيتها ازاي؟ حاضر. الناس محتاجة دلوقتي وربنا سبحانه وتعالى فعلا يتجاوز عن سيئاتنا جميعا ويحنن قلوبنا على بعض، ويعني يحقق لنا أمنياتنا اللي هو يرضى عنها يا رب. اتفضل. سألتك يا إلهي غفر ذنبي، أجرني من ذنوبي يا نصيري. سألتك يا إلهي غفر ذنبي، أجرني من ذنوبي يا نصيري. تعاظمت الذنوب فضاق صدري، ففوضت الأمور إلى البصير. تعاظمت الذنوب فضاق صدري، ففوضت الأمور إلى البصير. ندمت على الذي قد كان مني، ويا ويلاه إن لم تعف عني. ندمت على الذي قد كان مني، ويا ويلاه إن لم تعف عني. ذنوبي مزقت سني وإني مقر خاضع فاقبل متابي.
يا الله يا الله يا الله. يا الله، غفر الله لنا ولكم. خضنا في سماء الأغنية الدينية اللي ما بتغيبش عننا، واللي دايما شهر رمضان وكل سنة وانتم طيبين بيفكرنا بيها وبيعيشنا فيها. قال الفنان محمد ثروت النهاردة غناه وكلامه كان كلام جميل، كلام معقول، أكيد كان غنى وكلام مسؤول. خلص الكلام، سلام، نلتقي في الحلقة المقبلة. نورت يا أستاذ. الله يخليك. حميم، هو انا اطول منك؟ انا فاكر ان انت اطول كتير. اتفضل اتفضل يا بيه. خلي بالك ان الاعمار زمان، حتى كنت لما تشوف صور لجدك مثلا وهو في الجامعه تلاقيه راجل كبير. ما اعرفش في حاله من حالات المراهقه انتابت المجتمع يعني دلوقتي رغم تخطي ال70 وال80 وال90. ايه مظاهرها يعني؟ شايف يعني مظاهرها اعتياد اشياء لم تكن معتاده. يعني النهارده في حالات غريبه جدا. الاستوديو ده حلو، انا اول مره ليه ده. ده كان مسرح التلفزيون. ما اشتغلش، حولوه، ما اعرفش كان شغال ولا شغال، ما اعرفش يعني. كان وبعدين خلي بالك ممتد كده، احنا واخدين نصه يعني، مش ممتد وحش. كده. طبعا على راي مأمون الشناوي اقفل لك الجاكيت عشان الصوت يروح. لا مش هينفع بجد.